مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ضيف بلادي. أولا عشركم بركة مسعودة ورمضان مبارك كريم، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة. في هذه الحلقة نتواجد هنا بهذه القصبة، قصبة سوس للصناعة التقليدية هنا من مدينة أكادير، للحديث مع واحد الضيف اللي هو ضيف خاص في واحد المكان اللي هو خاص. يسعدنا أن نستضيف السيد عبد اللطيف أيت داود اللي هو المشرف العام على متحف قصبة سوس بأكادير. سي عبد اللطيف، أهلا وسهلا بك. أهلا مرحبا الإخوان المتفرجين. أهلا وسهلا سي عبد اللطيف، عشرة مبروكة ورمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة إن شاء الله باش ما تمنيتوا. بداية سي عبد اللطيف، نحن نتواجد في هذا المكان ذو رمزية تاريخية ودلالة ثقافية كبيرة جدا. إذا كان ممكن في البداية سي عبد اللطيف نتعرفوا على سي عبد اللطيف المشرف العام على هذا المتحف في هذه القصبة ديال قصبة سوس. اولا كما قلنا انا فضلت هذا المكان الرمزيه ديالته. نعم. ان قصبة سوس هو واحد المكان حتى من الناحيه المعماريه ومن ناحيه التواجد ديالو لمجموعه الحرفيين شجعني اكثر، باعتبار انني كنت رجل تعليم ومتقاعد، ففكرت اساسا بانني هاوي تحف، لانني كنت كنجمع التحف لما يزيد على 30 سنه، اكثر من 36 سنه، وانا استغليت تلك الفرصه ديال التنقلات ديالي من منطقه لمنطقه. انها كانت فرصه اكثر باش نندمج اجتماعيا مع الناس ونشوف الحياه ديالهم والتحف ديالهم، وكنت تنزور الاسواق، ومن انا ذاك بديت كان معجب، باعتبار ان المنشا ديالي هو مدينه مراكش، فانا بن مدينه تاريخيه وابن مدينه التحف والاثار. فكنت دائما من صغري كنت اتذكر جيدا انني كنت في المنطقه ديال في مراكش في السوق، كنت نمر امام واحد الانسان اللي ديك الساعه كان عنده واحد الحرفه نادره، وهي تجليد الكتب تسمى السفال. فانا ذاك كنطرح دائما تساؤل على هاد الناس وهاد التحف ديالهم، فابتليت بهذه البليه الحسنه والبليه. فمن ذاك بقيت تنجمع وكان نلم هذا الخير هذا. فرغم الكثره ديالته راه تيبان لكم في الان هو كثير، ولكن بالنسبه لي انا المده التاريخيه كانت تيشكل بالنسبه لي يعني واحد الفرصه. وبعد بدل باش ما نستمتع بهذا الشيء انا بوحدي، فضلت انني نتقاسموا في اثناء التقاعد ديالي، فنتقاسموا مع الناس، ولقيت قصبة سوس هي الملجا او يعني المكان المناسب، باعتبار ان الزوار هنا كيشوفوا الحرفيين في الشكل الان المعاصر، ولكن ينقصهم التاريخ. نعم. يعني هذوك الحرف راه عندهم واحد الاصول تاريخيه. فجاء هذا المتحف، وصدقوني سعد الناس المشاهدين ان هذا المتحف جاء بدون ان يكون منتظرا، أصبح حلما. صحيح، وهكذا تم الأشياء. نعم. خير ابتلاء سي عبد اللطيف، يعني أنت راودتك الفكرة يعني منذ سنوات باش نحصلوا على هذا المكان وهذا الموروث اللي حنايا فيه يعني الآن أثناء التصوير ديالنا هذه الحلقة. أولا يعني قبل ما نغوصوا في المحاور ديال هذا اللقاء اللي هو ديال برنامج ضيف بلادي، غادي نبقاو مع ارتسامة مجموعة من الطلبة الباحثين في السلك ديال التاريخ والحضارة هنا بمدينة أكادير. ارتسامات خديناهم يعني من أجل تقريب هذا المتحف لهذا النوع من يعني لهذ الطلبة ولهذ الباحثين. نشاهد هذا الروبورتاج من إنجاز فريق عمل ديال ضيف بلادي، نشاهد ثم نعود. بالنسبة للزيارة ديال هذا المتحف، وفي الحقيقة هذا اكتشاف أولا، ثم بالنسبة لما يتوفر عليه من محتوى فهو غني جدا، وخاصة ما يخص المحتويات ديال الغناء، محتويات ديال النقود، محتويات ديال الحياة اليومية للنساء والمجتمع. فهذا المتحف تيشكل بالنسبة لنا حنايا كما قلت اكتشاف، ثم تيغني لنا الرصيد من حيث الأدوات، من حيث وهذه مادة تاريخية ممكن لها أن تضيف إضافات معينة في البحث في التاريخ. الزيارة ديالنا اليوم إلى المتحف جاءت في إطار استكمال البحوث في مجال التاريخ وسماع نبض المغرب من خلال مجموعة من المراحل التاريخية. احتوى المتحف الذي نحن الآن في صدد دراسته ونبش تاريخه وماضيه يحتوي على مجموعة من
العناصر التي أثثت المنزل المغربي والتي أثثت المحيط المغربي الخاص البادية بالخصوص. متحف جاء في إطار تثمين عمل أو دراسة سنتين من البحث بمختلف مكوناته وحيثياته. تضمن المتحف مجموعة من النقاط الأساسية من نقود، من حلي نسائية، من بنادق للرجال، كذلك من مصوغات نسائية أيضا، بالإضافة إلى كل ما يحتويه المنزل البادية المغربي بمختلف مكوناته. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. سي عبد اللطيف، بدايه هذا المكان، هذا المتحف المتميز، اشنو هي الدلالات والرمزيات ديالو والخصوصيات ديالو؟ المتحف هو في الحقيقه هو تيوصف الحياه اليوميه ديال المغاربه ابتداء من القرن السادس عشر والسابع عشر، من خلال الوثائق ومن خلال الحيلي ومن خلال من خلال النقود، مجموعه الاشياء اللي هي مرت في التاريخ ديالنا. والمتحف هو الاضافه اللي زاد هذا المتحف واللي كنعتبرها انا اضافه، وهو انتقال المتحف من مجرد ذاكره جماعيه الى وثيقه. وهذه اللي هذه تركز عليها بالضبط. علاش؟ لان بدينا كنفقدوا الوثائق وبدينا كنشوفوا الهجومات من عند الاجانب ومن عند الناس اللي غرباء وتياخذوا الاشياء ديالنا وكينسبوها لنفسهم. فالمتحف هذا هو الدور ديالو بالضبط، هذا هو الدور ديالو، انه يوثق ويجعل في يد الباحثين والزوار والطلبه التلاميذ الناس العاديين باش يعرفوا بوثيقه مرئية وصورية الأشياء التي مرت في تاريخنا، انطلاقا من المجالات اللي صنفنا فيها المتحف. إذا كان ممكن نعطيك صورة مجملة عنها. موسيقى بدينا كنفقدوها، الأسطوانات الجراموفونيه، يعني الاسطوانات اللي كانت تسجيلات بالقدرون، الاسطوانات الاخرى اللي جات مؤخرا ديال 45 و33 وبقينا حتى الكاسيت ما بقاتش. فهاد الاشياء كلها لاحظنا بان الهجوم ديال العلماء والهجوم ديال التسجيلات ديال الانترنت اللي الان تدخل المنازل ديالنا كتسولهم على الموسيقى تيغيب هذا الانيس، وغاب عندنا واحد الانيس اخر اللي هو الراديو ما بقاش، وملي كتسول كيقول لك راه كلشي في الانترنت. فعندنا ديك الفاجعه. وبالمناسبه نترحم على ارواح الزنزال ديال الحوز الله. فهذاك الزنزال اعطانا واحد الدرس، بحال كورونا عطاتنا درس خصنا نستافدوا منه. فلما انقطعت الانترنت، لما انقطع الهاتف، اصبح لا نملك شيئا. وخصنا تذكروا هذه الاشياء. سي عبد اللطيف، الى جانب هذه الوظائف هناك وظيفه اخرى يقوم بها هذا المتحف المتميز، وهو يعني المساهمه في تعزيز وتاسيس المشهد الثقافي هنا بجهه سوس ماسا. هل فعلا لا زالت هذه المتاحف يعني كتأدي الدور ديالها اللي هي المنوطه بها على مر التاريخ؟ شكرا على هذا السؤال، لأنه السؤال يصب في الصميم. فعلا خصنا نرجعوا للمتاحف، خصنا نرجعوا لهم ونرجعوا ندعموا ونزكيوا الدور ديالهم، اللي هو المتحف انه هو اللي كينصر، هو الذي ينشر الثقافه الجماعيه، هو الذي يعطينا ذاك الاستمتاع وديك النشوه العائليه اللي كنجيب عوض ما نمشيو دائما لاماكن متميزه، نجيو للمتحف كعائله ونستمتعوا جماعه بتذكر هذيك المتعه، نتذكروا فيها الاباء ديالنا والجدود ديالنا والتاريخ العميق جدا. وهذا فعلا المشهد الثقافي ينمو ويتطور بفضل هذا سميتو. وطلعت انا شخصيا لاحظت كما قلتي السؤال ديالك، كنلاحظ مؤخرا بدا هذا الوعي بالمتاحف. لماذا؟ لان المجتمع تتسمى واحد المرحله، لان المجتمع بدا تيوعى، بداتو هي مرحله الوعي بالذات. رغم هذه المفارقه اللي كاينه يعني ديال العلماء وديال التكنولوجيا، يعني الناس رجعوا انهم يقلبوا على التاريخ ديالهم ويبحثوا عن طريقه بالضبط. انا عندي تجربه الان جد متواضعه في المتحف، بداو تيزوروني الزوار وخاصه الزوار المغاربه. كاين هناك امل في المغاربه وفي الشباب
وفي الاباء اللي ندعوهم بالمناسبه انهم يزرعوا في الابناء ديالهم هاد البذره هذه، وخاصه الاجانب راه عندهم هذه لانهم تيزوروا واحد المدينه. فمثلا لتسويق مدينه اكادير لا يكفي ان نسوقها بالشمس او بالبحر كما يقال، بالشمس والبحر والطاجين، فخصنا نسوقوا حتى بالثقافه. يعني عندنا ثقافه عطنات قيمه الانسانيه، قيمه عامه في جميع المجالات، وهذا هو الدور ديال المتحف، هو انه يبين هذا الجانب هذا ويعكسوا ويزيد يركزوا العامه. نعم. على ذكر تسويق مدينه اكادير، يعني خص مجموعه من العناصر الاخرى والمعطيات، والحمد لله يعني جهه سوسماسه هي منطقه غنيه بجميع المؤهلات في جميع المجالات. ماذا ينقصنا نحن مثلا ولا انتم يعني كباحثين في هذا المجال ديال التراث وديال الحفاظ على الموروث الثقافي، باش انكم يعني تبرزوا وتساهموا ايضا في تحريك عجله ديال السياحه على مستوى الجهه؟ أنا في نظري هو الدور الأساسي في هذا المجال، وهو الدور ديال اللي عنده الغيرة لهذه البلاد، هو الإكثار من هذه المتاحف. ضروري وبالأكثر من هذا نمشيو بعيد ونقول بأن خصنا متاحف متخصصة. فمثلا غير هذا المتحف رغم انه يشمل عينات كثيره، فخصنا كل عينه نزيدوا نعمقوها ونزيدوا نعطيوها بشكل مفصل. فإذا كثرنا من هذوك المتاحف غادي نعطيو هذيك الواجهه الثقافيه، نعطيو هذيك القيمه الثقافيه للسياحه. فالسائح راه اغلبيه السياح الان راه ماشي تيجي فقط يشوف البلاد، فتيبغي يعرف العادات الاجتماعيه والتقاليد والمقتنيات ديال هاد الناس والتاريخ ديالهم. فهذا هو بالضبط هو الدور ديال المتحف، والدور ديال الزياده من الاعداد المتاحف المهمه في البلاد. نعم. على ذكر الزوار، يعني انا استوقفتني واحد الملاحظه اليوم وانا معكم يعني في هذه الجوله في هذه القصبه، كاين سياح اجانب اكثر ما هما يعني سياحه داخليه. شنو هي الخدمات اللي كيقدمها هذا المتحف بالنسبه للاجنبي اللي كيجي كيزور هذا المتحف عندكم هنا سي عبد اللطيف؟ بالنسبه للاجانب كنلاحظوا بان الجانب لما يزورون المتحف اغلبيتهم هم بمختلف الجنسيات بطبيعه الحال، جنسيات مختلفة من الهند من روسيا من جميع الدول. فالإضافة التي هو ملي كنشرحوا لهم هذا التحف يستغربون، ولدرجة نعطيك جوج ديال الملاحظات وقعوا في خلال ان كان عندي واحد الاستاذ جامعي من الانجليز، هو الزوجه ديالته والاصدقاء ديالو، وعطاني ملاحظه قال لك ما عمرنا لقينا بحال هذا المتحف، ما عندناش بحال هذا المتحف في الانجليز. عندنا متاحف ولكن عندنا متاحف شويه جد ضيقه. قال لك باش تدخل واحد المتحف وتسافروا بينا عبر هذا التاريخ الطويل بهذا التنوع بهذه الزخرفه، فراه عندكم ثقافه. وهنا كما قلتي كنغيروا النظره للناس الاجانب، لانه كيظنونا كيجيو بانه حنا غير كيجي غير باش يشوف الجمال ويشوف الشمس ويشوف البحر، وتيقول هاد الناس راه منعدمين ما عندهمش ثقافتهم بسيطه. ولكن ملي تيدخلوا للمتحف كيشوفوها كمتحف علمي مخطوط الوثيقه، لان وثقنا من ايام كنا كنكتبوا في الاعواد وفي الاخشاب الى الكتاب فكيستغربوا تيزيدوا اكثر دهشه ملي تيتعرفوا على المجوهرات نتاع المراه الامازيغيه والمقتنيات الامازيغيه. هذه قيمه ضافها الاجنبي كيضيفها. وانت كتلاحظ الزياره ديالهم ان اغلبيتهم تيمشيو تيرجعوا يعاود ثاني يسولوا، بناء على هذا انهم كان عندهم واحد النوع من الفضول، واحد النوع من تغيير وتصحيح النظره. وهذا هو اللي بغينا نعكسوا الصوره سي عبد اللطيف. تبارك الله، يعني كاين باحثين، كاين خبراء في المجال، كاين بلاد غنيه يعني بهذا الموروث الثقافي ديالنا. المفارقه لماذا لا يتم يعني الغوص في هذا العالم ديال التراث وديال التاريخ ديال بلادنا، عكس مثلا كما قلتي لي الناس على برا ما عندهمش رغم الامكانيات رغم يعني العنصر البشري، ولكن ما عندهمش هما متاحف مثل هذا النوع. 35 عام ديال رحله على البحث على هذا الكنوز اللي كنسميها يعني كنز داخل هذا المتحف هذا. المفارقه في نظرك المشكل قلتي لي الناس اللي عندهم غير على هذه البلاد، بالاضافه الى ماذا شنو خص
شنو اللي خص باش نقدروا اننا فعلا ما يبقاش عندنا هذا الخصاص على مستوى المتاحف، ما يبقاش عندنا خصاص مثلا في التسويق ديالها، في التكوين ديال هاد الناس اللي هما مشرفين اللي كيديروا هذه المتاحف. شنو اللي باقي خص مثلا خصوصا على المستوى ديال جهه سوس مسا؟ واحد المساله اللي كنلاحظوها وهي الالتفاته. الالتفاته خص المسؤولين، وكنوجه الخطاب ديالي للمسؤولين ديال على الثقافه وعلى جميع القطاعات، لان المتحف هو شامل لكل شيء، انهم خصهم يكونوا عندهم واحد الالتفاته لهذا الجانب هذا. خصهم يهتموا اكثر بالثقافه. فمثلا بدل تسويق اشياء اخرى تافهه واشياء اللي كتخسر فيها اموال طائله وما كتعطيش النتيجه. وعندنا تجربه طويله، عندنا تجربه في التسيير الجماعي وفي القياده الحكوميه وفي هذه الامور هذه، عندنا تجربه خصنا نستافدوا منها. واول حاجه خصنا نسوقوا الثقافه ديالنا، يجب بحال هذا نسوقوا هذه الثقافه، والمسؤولين والباحثين ديالنا يزيدوا يهتموا بهذا المجال هذا. لا سيما يعني الاولويه اللي تعطات من طرف صاحب الجلاله لهذه الجهه هذه انها تكون واحد القاطره ديال التنميه. وهذه القاطره ديال التنميه صحيح ان في حاجه للبنيه التحتيه، في حاجه للمناطق الصناعيه، في حاجه للامور اللي هي متعلقه مثلا بالشان العام ديال المدينه، ولكن خاص اهتمام وخاص نظره الناس انهم يشوفوا من حال هاد الناس اللي كيجتهدوا، حيت هذا الشيء داخل في الهويه ديال بلادنا، في التاريخ ديال بلادنا. وإلا فقدنا المعنى ديال هذا الشيء غادي نفقدوا حتى المعنى ديالنا حنا كإنسان مغربي يتميز ويفتخر يعني بواحد الثقافه اللي هي ضاربه في التاريخ السياسي. تماما، لان هنا تنركزوا على قضيه ان الناس وخاصه المثقفين والباحثين اللي عندهم غيره البلد انهم يحاولوا يهتموا في هذا الجانب الثقافي هذا. نعطيك مثال بسيط، وهو ان مثلا مراكش ازدهرت بفضل جوج المتاحف، والمتحف ديال ايف سان لورون والمتحف ديال ماجوريل. فهذاك المتاحف، هاد جوج المتاحف جابوا سمعه ديال زياره اجانب مجموعه من الفرنسيين لمدينه مراكش. ولما لا ان بالنسبه لاكادير تفتقد الى متاحف، لانه كاين هناك غياب مطلق في هذا الجانب. وحتى المتاحف اللي كاينه هنا ما كتعكسش هذا الزخام ديال العمق تنقولوا ديال سوس. فسوس هو عنده واحد التاريخ الى قدرنا نقولوا بان سوس هو المغرب. فجميع الدول الناشئه كانت تلقات من سوس، وجميع الحرف والصناعات، وكتبقى المهاره ديال جميع الاشياء اللي تقتنت، سواء من الحيلي وسواء الكتابات والعلوم، فكلها تلقى منها اصل. فعيب اننا نجيو بحال هكا وما نلقاوش اهتمام بهذا الجانب هذا وعنايه به وتثمينه. التثمين ديالو يعني عطيه التثمين ديالو. وكما قلتي بان كاين هناك مجموعه من المتاحف خاصه، ولكن خصها مبادره، خصها تجينا مبادره من المسؤولين يشجعوا ويخرجوا هذا الخير هذا ويساعدوا الناس، لان المساعده مهمه. ما يمكنش واحد صاحب متحف ما يمكنش يكون واش يقلب على المضاربات العقاريه اللي فيها المشاكل، واش يقلب على التجهيز اللي فيه مشاكل، ولا يقلب على التحاف، ولا يدير على المحافظه ديالو والاستثمار ديالهم. فالمهمه شويه تتبان لي خصها تكون مبارطاجيه. على ذكر الباحثين، اذا المشاهدين الكرام غادي نبقاو مع واحد ارتسامات ديال مجموعه ديال الباحثين هنا على مستوى جهه سوس مسا، يعني والباحثين والاساتذه اللي كيدرسوا هذه الماده ديال التاريخ والحضاره هنا بجامعه بن زهر. هذه الارتسامات اللي يعني دلوا بها الميكرو البرنامج ضيف بلادي. نتابع ثم نعود. تأتي زيارة ماستر تاريخ الجنوب المغربي السلطة والمجتمع والدين إلى متحف قصبة سوس في إطار انفتاح الكلية على محيطها الخارجي، وانفتاح الطلبة على محتويات هذا المتحف الذي أقول بأنه متحف متميز لما يوجد فيه ولما يعرض فيه من تحف. في الحقيقة ما استوقفني في هذه الزيارة العلمية ليس فقط غنى هذا المتحف من ناحية ما يعرضه، وإنما كذلك فكرة إنشاء هذا المتحف. فالفكرة أقول بأنها فكرة نبيلة، فكرة تمخضت عن نوايا حسنة، فأنتجت هذا المنتوج الذي أعتقد بأنه منتوج يبصم التاريخ الثقافي أو المشهد الثقافي في مدينة أكادير بشكل عام. صراحة مثل هذه المؤسسات والمتاحف
الاثنوغرافيه كتقدم واحد الخدمه جليله للطلبه بشكل عام، الطلبه الباحثين وحتى المهتمين بشكل عام. هذه كتقدم لهم باختصار المجتمع بشكل مركز، كتزوم على القضايا وكتحاول تنقلهم من المجرد الى الملموس، وهذه من المزايا ديال مثل هذه المتاحف. ثم كتضاف لها واحد القيم اخرى تفيد في الاستيعاب والفهم، وانها كتقرب لهم صوره المجتمع وكتحاول تقدم لهم واحد الماده منظمه مفهرسه في التصور ديال القائمين على هذه المؤسسه، مثلا قسم الموسيقى، قسم الاستعمالات المنزليه، قسم المقاييس والمكاييل وغيرها. كتحاول تنظم ليه هذه المعلومات وكتبين ليه التسلسل ديالها الزمني. مثل هذه الاشياء صحيح كندرسوها بشكل نظري، ولكن ملي كيجي المتحف كيشوفها مجسده، ثم كتضاف لها قيمه. ربما اهم شيء هو صاحب هذا او مالك هذه التحف هذا كيقربهم بواحد الشكل اللي ربما ما يمكنش يحصلوا عليه في مكان اخر، كيقربهم بصوره مركزه على استعمالات، على تاويلات الممكنه، وبالتالي ملي كيزور فهو يغوص في المجتمع، في اعماق المجتمع، وكيحاول يعيش واحد اللحظه قد يكون قد عايشها في جزء منها وقد يكون مفصولا عنها بفعل هذه المستجدات ديال الحداثه. ياتي هذا المتحف اذن ليلبي رغبه جامحه لدى المناضلين الذين كانوا وراء ظهوره الى العلن، وفي هذا الإطار يتوجب أن تتكاثف الجهود جميعا، سواء من طرف المؤسسة الوصية، ونقصد بها كل من وزارة الثقافة السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، والمؤسسة الوطنية للمتاحف التي عاهد لها قانون 0109 وقانون 56/20 بمواكبة المتاحف الخاصة، من أجل أن تكون تسمية المتحف ملائمة للمواصفات الدولية المعتمدة. وفي هذا الإطار كما قلنا يمكن للمؤسسة الوصية أن تقوم بمواكبة هذا العمل الجبار عن طريق جرد علمي وتوثيقي مهم، عن طريق تمكين هذا المتحف من المشاركة في المعارض الوطنية وربما ولما لا الدولية، أن يتمكن هذا المتحف من تبليغ رسالة الأجداد إلى الأحفاد من أجل صون الذاكرة والحفاظ عليها. مشروع متاحف كثيرة من خلال هذا الكوليكسيون اللي كان هنا، حيث غنية جدا متنوعة وتتنم على واحد الحس الحفاظ على التراث عند سي عبد اللطيف، يعني المسؤول على المتحف. وتنشكر حتى هذا المكان اللي تنتواجدوا فيه اللي هو قصبة سوس، اللي يعني جاي بواحد الفكرة ديال التثمين والتقييم ديال التراث بشكل عام. يعني ما كانش فكرة كلها غير يعني تجارية محضة، ولكن كان حتى الهم ديال الحفاظ على التراث والحفاظ على التاريخ ديال الجنوب، لأنه احنا في إطار زيارة علمية ديال الجامعة ديال بنزور، ولهذا تنلاحظوا أنها هي فرصة في الحقيقة ديال انفتاح الجامعة على الفاعلين الثقافيين في المدينة، وانفتاح على الفاعلين الثقافيين على البحث العلمي في الجامعة. وهي فرصة مهمة اللي غادي تولد لقاءات أخرى مع الفاعلين في الميدان الثقافي، بحال هذا المتحف هذا ديال سي عبد اللطيف اللي هو غني. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الخاص على ضيف بلادي في هذا اللقاء مع السي عبد اللطيف هنا في هذا المتحف الغني والمتميز. سي عبد اللطيف، مجموعه من الاكراهات يعني كتوقف في الطريق ديالكم انتم كباحثين وفي نفس الوقت يعني كمشرفين على هذا المتحف. شنو هي اهم الاكراهات اللي كتواجهكم، بالاضافه لمجموعه ديال الاكراهات ومجموعه ديال الرسائل اللي وجهتهم يعني الناس اللي هما مسؤولين هنا على الشأن الثقافي، انه حان الاوان بان الكل يجب أن يشارك وأن يدافع ومن موقعه الخاص من أجل الحفاظ على هذه الهوية اللي كتعكس التاريخ ديال بلادنا وكتعكس الحضارات العربية والمسلمة، وخصوصا هنا على مستوى الجهة ديال سوس مسا. شنو هي أهم الإكراهات اللي كتواجهكم السي عبد اللطيف؟ تماما. الشيء الأساسي اللي ذكرتي واللي مهم، وهو ان هذا المجهود رغم انه مجهود شخصي ومجهود فردي فتيبقى قاصر امام العمل الجماعي. ففعلا بحال هذا المجهود الثقافي الفرد كيبقى شويه مغلوب عن امره، فلا بد من مجموعه من المساعدات، وتنعني هنا بوزارات المعنيه، وزاره الثقافه والجامعات المحليه والجهه انها خصها تدعم. ماشي انا تنقصد لك هو الدعم المادي،
فقط، بل هنا خص تنعقدوا ندوات، تعقدوا اوراش واسابيع ثقافيه وزيارات جماعيه، وخاصه ابناء المدارس خصهم يتعرفوا على هذه الامور. ابناء المدارس والكليات هذه من الامور من يحملوا المشعل يعني في المستقبل، يعني باش نضمنوا واحد الاستمراريه. صحيح. تمام، باش ندمروا هذيك الاكراهات راه عرفتيها، راه الاكراهات راه معروفه يعني بديهيه، وهي هذا الشيء راه كيطلب شويه ديال التجهيزات، كيطلب شويه اللوجيستيك، كيطلب الاعلام فعلا. وهذا الدور تنشكركم بزاف على هذا الدور اللي كتقوموا به، لان الناس الاعلاميين نعتمد عليهم، لا حنا ولا الباحثين، ولا لنا الدعم ديالكم، ولانكم انتم كتزوروا المنازل كلها، كتزوروا القنوات وكتنشروا هذه المعلومه وكتبينوا. هذه من ضمن الاكراهات الاساسيه. هو الدعم الاعلامي راه اساسي باش نحيدوا ونزحوا التفاهه اللي اصبحت كتغزي، وهي التفاهه اللي هي في الحقيقه اعطت واحد الصوره سيئه على المغاربه الان وعلى الاسره المغربيه. التفاهه باش نزيحوها بالثقافه، وتقام دورات كثير على هذه المتاحف وعلى المحتويات ديالها وعلى التاريخ ديالها. وراه كتعرفوا بانه راه مشعل راه شويه طويل وتيخصو النفس. نتمنى خير. انا لا اظن يعني هذه المجهودات اللي كتقوموا بها يعني في وسط هذا الاهتمام كما قلت لهذه الجهه، ولا المسؤولين ايضا اللي هما قائمين واللي كيدبروا الشان العام، لا الجهه لا البلديه لا الناس السلطات لا الولايه، انهم غادي يبخسوا او غادي ينقصوا مثل هذه المبادرات اللي غادي تزيد الا يعني واحد الدفعه للمشهد الثقافي ديال الجهه. كرساله اخيره نخليها لك يعني الناس الزوار ولا المسؤولين، كرساله اخيره سي عبد اللطيف، انت امام الكاميرا، يعني رساله وجهها للناس ديال الشان الثقافي او الزوار اللي بغاو يجوا عندكم يعني باش يزوروا باش ياخذوا فكره على هذا المتحف هنا في هذه القصبه ديال الصناعه التقليديه هنا في مدينه اكادير. تفضل. اولا المساله الاساسيه اللي كنركزوا عليها، واللي انا ولا المساعد ديالي والمحافظ ديال المتحف، لان هذا عمل جماعي، هو المتحف راه هنا رساله زعما موجهه للجميع. فهو تيفتح الابواب ديالو للباحثين، تيفتح الابواب ديالو للمساعده ديال اي حد. فهو المتحف ديال الجميع، فاحنا ما درناش واحد الملكيه خاصه. فالمسؤولين الثقافيين بيشجعونا بيعاونونا، حنا مستعدين نعملوا معاهم. الباحثين والطلبه مستعدين نعطيهم مساعدات ونعطيهم نمدوهم بالوثائق، نمدوهم بالمعلومات. هذا كنز للجميع. والرساله الاساسيه للزوار، ندعو الناس باش يهتموا بهذا الجانب ديال المتحف، لانه مهم بزاف. لان ملي كتزور كاع اغلبيه الدول الان، فراه ربما راه الاغلبيه كان زاروا على برا، وكتشوفوا بان كتلقى بان المتاحف كيكون فيها واحد الاقبال كبير، لدرجه انك المتحف اللي بغيتي تزورو تيخصك لك واحد ساعه ولا ساعه ونص باش توصل غير للمدخل ديالو. خاصه بفرنسا ولا شونغاي في الصين. انا فعلا زرت الصين واندهشت كثيرا في شونغاي ان اغلبيه الاحياء تحتوي على متاحف. فدخلت المتحف ديال الديناصورات، ان الديناصور يتكلم ويتحرك، يعني يصنعوا، وكان واحد الاقبال منقطع النظير. حنا عندنا الاقبال منقطع النظير. نتمنى خير سي عبد اللطيف، وحنا بدورنا يعني كنوجهوا رساله من خلالك لجميع المسؤولين على مستوى الجهه ديال سوس باسا، انهم تكون واحد الالتفاته ويكون يعني واحد العمل مشترك بينكم وبينهم من اجل كما قلت من تعزيز وتأسيس المشهد الثقافي بهذا الخير وبهذا الكنز اللي حنا كنتواجدوا هنا. شكرا لك سي عبد اللطيف. انت يعني عبد اللطيف ايت داود اللي هو المشرف العام على متحف قصبة سوس هنا بأكادير. شكرا لك على الاستضافه. مرحبا. شكرا. نعم. وشكرا ايضا للمتتبعين والمشاهدين ديال ضيف بلادي. نلتقي في لقاء اخر مع ضيف اخر. تقبلوا تحياتي وتحيه سي امان، ومع السلامه.